تعالوا نشوف عملنا الجمال والحلاوة دي ازاي. تعالوا نشوف، بسيطة وسهلة وريحتها تحفة جدا. تعالوا نشوف عملناها بكل سهولة ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، الجو ساقع وعايزين حاجة تدفينا وبرضو حاجة مش مكلفة، تقدري تعمليها بكل سهولة في الطاجن، ليها طعم تاني تحفة جدا. تعالوا نشوف عملناها بكل سهولة ازاي. اولادي طلبوا مني، قالوا لي عايزين حاجة سخنة تدفينا عشان نقدر نذاكر. عملت لهم احلى شعرية بلبن وسهلة جدا والطعم في منتهى الجمال. تعالوا نشوف عملناها مع بعض ازاي. هنا نزلت بالشعرية، نص كيس شعرية او حسب بقى افراد اسرتك، انت هتزودي او تقللي في مادة دهنية كده لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. انا بحب اديها، وده تيست بيديها طعم، اديها معلقة سكر وهي بتتحمر كده. تمام، هحمرها ومعايا 4 كوبايات لبن. هنشوف هنعمل في اللبن ايه بس لما الشعرية تحمر معايا. هحط لها معلقة سكر ونشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما حمرت الشعرية بصي لونها ذهبي، اللهم بارك، جميلة جدا. ده ايه اللون اللي انا عايزاه. معايا ايه بقى؟ معايا هنا زي ما قلت لكم اللبن. هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه سكر وفانيليا. في ناس بتحط نشا، انا مش عايزه نشا، انا مش عايزه قوامها تقيل، انا عايزاها بصي تتاكل سخنه كده في الطاجن في الجو البرد اللي احنا فيه ده. هنا السكر حسب رغبتك انتي، في ناس بتحب الحاجات فيها سكر كتير وفي ناس لا. هقلب كده وهحط في الاخر الفانيليا. يعني بعد ما اقلب السكر كده هحط ايه؟ فانيليا. عندي فانيليا سايله تمام، عندك باكيتات زي الفل. هنا بعد ما دوبت السكر هحط فانيليا، ما تكتريش عشان ايه؟ ما تمررش معاكي. تمام، هنقلب كده وهستنى طبعا لما اللبن يغلي شويه هقولك هنعمل ايه. بعد ما اللبن غلي معانا والسكر والفانيليا هننزل عليه بالشعريه زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وهنقلب، واول ما يغلوا مع بعض شويه هنطفي ونغطي الحله شويه بس كده، بس مش كتير طبعا عشان ما تجمدش، عشان طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بيبقى فيها زي نسبه نشا كده وممكن ايه تجمد في الحله. فانا اول ما تغلي هطفي عليها واسيبها 5 دقايق بس متغطيه، وهنغرفها مع بعض واوريكي الشكل النهائي. حاجه كده سريعه وسهله ومش مكلفه، تقدري تعمليها لاولادك في البرد اللي احنا فيه ده. وده شكلها النهائي، بصوا الجمال. تقدري بقى ايه تزينيها بمكسرات، مش عندك مكسرات مفيش مشكله، انا حاطه سوداني، كان عندي شويه سوداني حطيت كده على الوش. عندك بقى مكسرات حطي، عايزه تزودي بصي انا عامله يعني حاجات اللي موجوده في البيت. عايزه انت بقى تضيفي كريم شانتيه، عايزه تضيفي قشطه، عايزه تضيفي اي حاجه مفيش مشكله، بس انا عامله طريقه على قد ايدينا، واللي متاح عندك تقدري انت تحطيه تزودي مثلا على الوصفه. لكن دي الوصفه سهله جدا ومش مكلفه، وده اللي احنا طالبينه في الايام اللي احنا فيها دي. جربوه بنفس الطريقه وان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.